صبري قد رحل، فمتى متى 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 يعود إلى منازله الأول، وتضيء أرض أظلمت من بعده، وتقر عيني باللقاء قبل الأجل. سار الحبيب عن الديار عشية، خلع الدجى حللا على تلك الحلل. قد قل صبري للبعاد تحسرا، والجسم من أجل الفراق قد امتحل. يا غائبا والقلب سار بإثره، شوقي مقيم في فؤادي كالجبل. إن كنت غبت عن العيون مهاجرا، فجميل شخصك في فؤادي لم زعمك يسامحني سعد يا مبروكة. سعد هذه ساعتها كان خليتها تلاي، كان صار اللي صار. المنى بالتم يا بشير، ولو طاعت بمن يلها بها. الحساب لو سمحت. الحساب مدفوع يا سفاو، ومرة ثانية لما أسألك حاجة كلمني. مفيش حاجة تستاهل، وشكرا على حق القهوة وعلى عزومة الغداء. منو؟ أنا السفاو ورفيق البشير. بشير جات خدمة مع جماعة الرجبان ومشي غديكتها. البشير بن عامر جاي من الخوافي العناء بسبة سعد المهبوط. صلى على النبي. اركب. صرت بروحك. اركب لو سمحت. والله شو بدير يا اخي، الله غالب. هذه وصية مبروكة.
سكر. شنو تشرب؟ شاهي ولا قهوة؟ ما فيش فرق، موجود. كل الخير موجود، ما تشغلش بالك انت. والله صعب الكلام معك يا سفاو، وانت واللي لا يمكن تبدل ابدا مهما تغير الزمان ولا المكان، انت هو انت. تبيني كل يوم بوجه ولا كيف؟ والله على قولتك كيف بيجيك الزمان برا معه. والله صعب الكلام معك يا سفاو، انت مش ملاحظ ان كل ما نتكلم مع بعضنا لازم تلوح كلمه ولا زوز كيف؟ يا رجل بيك مره واحده بس تتذكر ان انا اخوك، ومش اخوك بس، اخوك الكبير. سبحان الله. خلينا تو ناخذ طاستين القهوة هذه بعدين يصير خير. تعرف يا سفاو الجو الهادي هذا باش يذكرني بأول يوم رحلنا فيه من قصر خوابي. هذاك اليوم اللي يمكن أبدا أنساه، قاعد في دماغي مبكرة زين زين. مع أنك ذيك الوقت عيل ما طقش 6 سنين. هي هيك يا سفاو، الحاجات تبقى راسخة بالذهن، بالذات الحاجات المصيرية لا يمكن الإنسان ينساها. تفكر الصورة هذه؟ صورة؟ خوفت الضراري. نزل البندقة يا بشير. سعد الله يرحمه بين يدين المولى، واللي تدير فيه ما يرداش. وكل المولى يا راجل وانسى، الزمان طويل والضراري هاتوا من بيهم. شبيت يا مبروكة، شبيت. اسمعي، لمي جرودنا وجرود الصغار، غدوة بنرحلوا من القصر. أنا ما عادش نقدر نقعد هنا، ما عادش نقدر. وين بنمشوا بس؟ شوفي في كل تركينا مبروك. هذا مطرحنا ومطرح سيدي وسيدك. نمشوا للعارف ولاد عمي، نمشوا لطرابلس. قلت لك ما عادش نقدر نقعد هنا. السعد هنا وفاهمة موت سعد. غدوة نمشوا طرابلس، غدوة مبروك. في تلك اللحظة الفارقة ما عادش نقدر. حس بوي البشير بأن السبيل الوحيد للخروج من حزنه هو الهروب. كان وين ما يقبل وجهه في قصر الخوابي يشبح في عمي سعد في كل زاوية، وكل طريق كانت عنده ذكرى مع سعد اللي رباه. تركت نفس الشاوي
خلاص يا سعد، خلاص. أنا قاصد الله ماشي لبر طرابلس. عاش قدرت نقعد في القصر وين ما تطيح عيني تدوب في خيالك يا ولد أمي. اسمعني يا سعد، مبروك والصغار ما لهمش ذنب، لكن ما تخافش، ما تخافش، عمري ما حننساك، ديما في البال والخاطر يا ولد سيدي. اشتبهك على روحك، سلم لي على امي وسيدي. نشوفك بخير يا اخوي، نشوفك بخير يا ولد أمي. قول يا سيفاو، لو كان بوك قاعد في قصر خوابي مرحلة مغادي كان ممكن كل هذا الشيء يصير يعني؟ كان هذا ما قعدتش نور الدين بن عامر الغول اللي خافوا منه الناس كلها. يعني انت قصدني يعني؟ انت بتنكد علي ولا لا؟ انا ماشي توا، هاي اقعد فيها. خليك يا رجل، خليك يا اخوي. اخوك؟ بقى اللي ذكرتني اخوك، اخوك الكبير وغصبا عنك. باهي يا اخوي الكبير، تعرف لو انا وانت كنا في مكان بوك البشير بن عامر راهو درنا نفس الشيء. الموضوع مش هروب من الواقع. بوك كان يشوف في قصر خوابي كله في سعد، يعني سعد هو القصر والقصر هو سعد. كان المفروض نرحله بالقصر. انا فاهم يا سيفاو ان ابوك دار كل شيء على خاطرنا نحن، لكن ما كانش المفروض بالشكل هذا. مش معقول تجي في يوم وليله وتمحك كل شيء بالمحايا وتقلب الصفحه وتبدا من جديد. هذاك اليوم يا سيفاو لا يمكن يغيب عن بالي، قاعد تفكر زين زين. بسيط بسيط، استنى يا اخوي. بسيط ماني حلنك، ماني تقصد تقول. راحل رحيل الغصب بدون النية، فرق سعد ما خلى جوها جيفية. رحيل بن عامر رقيق النية رماني على سامور نار حية. يعلم الله فقدت سعد موجع يا اخوي، تخلي الطراس يلخ. شد حيلك شد حيلك يا ابن عامر. خلي هالحمير عماك يلزمك اكثر مني. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا سفاو، ويعلم الله انك اخوي وجميلك هنا فوق رقبتي.
ما في حسبة بين الخوت يا بن عامر. الطريق طويلة لبر طرابلس، والحمير يونسك في الطريق. اسمع يا اخوي، وصيتي ليك مبروكة والصغار، وما تنساش العيل اللي اسمه الصفاء. وانت شني وصيتك يا بن عامر؟ قبر سعد يا سفاو، بالله عليك توقع مرة. تهنى يا ابن عامر، تهنى يا اخويا بشير، تهنى. طريق السلام يا اخوي. سلام. هيا ما لم يدرك والدي حينها بأن نظراته تلك هي الأخيرة لقصر الخوابي، موطنه وموطن أسلافه من آل عامر. لكن يا بشير، فرق الجبل، القصر، موجع. هذا عشان كتب المولى. هيا بلاش كثر حديث. الطريق معبية مصايب قاسية، ونخاف تطرى للضراري حاجة. حتى وكان قعدنا في القصر كنا بنموتوا، موت في طرابلس ولا في القصر ما يفرقش. هيا خفي روحك واسكتي. كان حزن سيدي البشير أكبر من حبه لتلك القرية الصغيرة الواعدة. ما كانش بيد إلا يبدأ الرحلة، ويا لها من رحلة.
شنو يا سيفاو؟ ما زال فيك طبع هذا؟ ما طبع فيهم وجداتن. ما تقدرش ترقد يا سيفاو طالما تفكر. انت من البارح ما وجهك وتدخن. تحسبني مش فاضل لك؟ نشوف فيك الرقم فيك انا. خذرتي عيني شوية، شفت كابوس مش حلو. العرق هذا نور الدين من وانا صغير. مش عارف، ممكن لاني بقرا واجد، وممكن لان عندي ضمير. يعني لازم منها كلمة زايدة وتلقيها ضروري؟ ما تقدرش تسكر فمك تسكت؟ تخيرك سألت، ما قلت شيء يعني. ما قلت شيء؟ انت قاعد تفكر في الماضي مش معنا. انسى يا راجل، انسى. انسى يا سيفاوي، انت ما عادش صغير يا راجل، ما عادش صغير. استنى نور الدين، نور الدين، نور الدين. خليني نمشي يا راجل. استنى، وسع بالك، وسع بالك، ما نبيكش تطلع من هنا متضايق. والله يا نور الدين ما نقصد شيء. ما تثارش مشكلتك يا سيفاوي، مشكلتك انت قاعد تصدق في كتاباتي تقرا فيهم. تحسب الدنيا كلها زي كمشة الكوارث اللي شاهدها 24 ساعة. راهو ما فيش علاقة بين ليبيا والعراق، ما فيش علاقة. العراق شيء وليبيا شيء ثاني. فيك فيك يا سيفاوي، فيك. هاك ريحة ميل بالافجار وانت تمشي. ما تعبتش يا راجل؟ ما عييتش؟ عييت يا مبروك. انا بنادم مش دابة، لكن ما نقدرش نوقف. الماكلة والمين ما يشدوش اكثر من يومين. والواه هذا كله واللطف قديش بتقعد تمشي؟ بر طرابلس مش قريب. متفكر يا بشير سيدي الله يرحمه ويوسع عليه كان يمشي 3 أيام بنهاراتهم ولياليهم وما يوصلوش. الطريق نظبطها زين، وانا نمشي على كرعية لبر تونس ولا نرجع لقصر الخوابي. عييت من خراف الزايد. خذي لك تركينة ورقدي انت وضراريك. المشاح والقربة معش فيها والضراري ما يتحملوش العطش. ورقدي والصبح يدير الله دليل. الترفاس يروينا بالماء بعد ذوب شحنته.